السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوعنا حساس ومهم جدا: العنف الأسري وتأثيره على الأطفال، وإزاي التربية الإيجابية ممكن تغير مصير كامل العيلة. خلينا نبدأ بحاجة. كتير مننا فاكر إن العنف هو بس ضرب، لكن الحقيقة لأ، العنف له أشكال كتير: كلمة جارحة، صريخ متكرر، إهمال، أو حتى مقارنة سلبية دايما، زي شوف ابن عمك أشطر منك. الطفل اللي بيسمع الكلام ده كل يوم ممكن يبان عادي من بره، بس هو من جوه بيتكون صورة عن نفسه إنه مش كفاية، إنه مش محبوب، وإنه مهما عمل مش هيعجب. أنا فاكرة مرة واحدة حكت لي إنها كانت بتتضرب على أقل غلطة. كبرت وهي عندها خوف رهيب من الغلط، لدرجة إنها حتى في شغلها دلوقتي مش بتاخد أي خطوة غير لما تستأذن. طب ليه؟ لأنها طول حياتها اتزرع جواها إن الغلط بيساوي عقاب. تخيلوا ده نفس الشخص لو كان اتربى بطريقة إيجابية، كان هيبقى واثق، مبدع، وبيحب يجرب. الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف بيتأثروا في 3 محاور: نفسيا بيبقوا قلقانين، مكتئبين، أو فاقدين الثقة. اجتماعيا يا إما منطويين ومش بيعرفوا يكونوا صداقات، يا إما بيكرروا العنف مع غيرهم في المدرسة أو في الشارع. تالت حاجة دراسيا، صعب يركز أو يتعلم في بيئة هو أصلا مش حاسس فيها بالأمان. طيب نعمل إيه؟ هنا بيجي دور التربية الإيجابية. التربية الإيجابية مش رفاهية، دي أسلوب حياة. هي إننا نوجه الولد أو البنت من غير ما نكسرهم، إننا نحط حدود واضحة لكن في إطار من الاحترام. مثال: بدل ما أقول أنت غبي ليه ما فهمتش، أقول واضح إن النقطة دي صعبة شوية، تعال نجرب نفكر فيها بطريقة تانية. أنا كده علمته واديته ثقة، وخليته يعرف إن الغلط مش نهاية العالم. التربية الإيجابية كمان معناها إننا نسمع. ساعات الطفل بيغلط مش عناد، لكن عشان محتاج يلفت نظرنا. لما ندي ودن حقيقية ونسمع، ممكن نفهم السبب ونصلحه من غير ما نوصل للعنف. أبسط حاجة ممكن تغير حياة طفل هي الكلمة الطيبة. لما أقول لابني أنا فخور بيك، الجملة دي بتكبر معاه، دي له قوة في مواقف كتير. لكن لما أقول له عمرك ما هتنجح، الكلمة دي كمان هتفضل جواه وتأخره سنين. خليني أديكم صورة أوضح. تخيل طفلين، الأول بيتعرض لعنف يوميا، بيتشتم ويتضرب. التاني بيتربى بتربية إيجابية. بعد 10 سنين، الأول ممكن يبقى عنده مشاكل نفسية أو عدوانية، والتاني ممكن يبقى شخص متوازن، ناجح، قادر يحب ويحترم نفسه واللي حواليه. الفرق بينهم مش في قدراتهم، لكن في البيئة اللي اتربوا فيها. وأنا عارفة كتير من الأهالي بيقولوا إحنا اتضربنا وإحنا صغيرين وطلعنا كويسين، بس الحقيقة إن كتير مننا شايل جروح داخلية، أو صعوبة في التعبير عن مشاعرنا، أو حتى عدم ثقة، وده كله بسبب العنف اللي تعرضنا ليه. إحنا ممكن نكسر الحلقة دي ونبدأ من أولادنا. في النهاية البيت هو أول مدرسة، وإحنا كآباء وأمهات قدوة. لو استخدمنا العنف إحنا بنعلمهم العنف، ولو استخدمنا الحب والتربية الإيجابية إحنا بنزرع فيهم الأمان والثقة. فكروا إن كل كلمة وكل تصرف مع ولادكم هو حجر في أساس شخصيتهم. عايزين الأساس ده يكون خوف وضعف، ولا ثقة وقوة وحب؟ أنا مؤمنة إن كلنا نقدر نغير، ولو ابتديت بكلمة حلوة النهاردة أو موقف من غير عنف، صدقني انت كده عملت أكبر استثمار في مستقبل ابنك. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وكنا معكم في بودكاست كن إيجابيا تحيا بصحة جيدة من مبادرة مصري إيجابي.